السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، الله ييسر أموركم ويشرح صدوركم، الله يصلح لكم النية والذرية، الله يسخر لكم جنود السماوات والأرض ويكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار. نبي نجيب لكم سالفة طريفة فيها من الطرافة الشيء الكثير، وهذه وقعت الواحد من واحد نعرفه معرفة تامة. يقول عندي مزرعتي وعندي بقر وعندي ثور. البقر يفلي في المزرعة، وعندي جار عنده بعير، والبعير هذا يبرك ويزحف ويدخل من تحت الشبك ويشغل البقر، يطرد البقر، لا يخليها تفلي ولا يخليها ويذيرها ويخوفها. ورحت الجاري قلت يا أبو فلان فكنا من بعيرك الله يجزاك خير، تراه جانا وكسر شبوكنا وطرد بقرنا وذاها. قال والله بالحلال اني ما ادري عنه، انه يطلع ما دريت عنه وانه. قال يا بالحلال فكنا منه ولا نفك عمارنا منه. قال لا بالله هلا جزاكم الله خير فكوا عماركم منه. اي بالله فكوا عماركم منه. قال اجل نفك عمارنا منه ان شاء الله. قال العامل عنده الى شفت البعير داخل فك الثور، وعند الثور الاسود نسنه الليل البهيم. يوم دخل البعير قام يطرد البقر وهو يفك الثور. الثور يوم شاف البعير غار على البقر ويقف يحرث الأرض بيده. البعير شاف الثور وأيقن بالمواجهة، درن فيه مواجهة، خلى البقر وهو يفحج ويناحر للثور يقعد يهدر، يقبل هدير. الثور بحث 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 ثم انطلق. البعير ما يدري وين يجيه منه، البعير ما هو بخابر الا بعيرين مثله ورقاب، هذا ماله رقبه وقطعه واحده، وهو يجيه منطلق. والبعير ما يدري وين الضربه تجي، وهو يضربه مع نحره. والله البعير مشنزل رجليه فوق ويديه، ما يدري وش هالسلطه اللي يحول عليه. هو يقول سل البعير ويدور الدرب، بس وين الدرب وهو يعطيها الضربه. يقولون والله انه اكثر من 20 كيلو وهو يركض، ولا من يركض له 200 متر 300 متر يلتفت. شوف هالمصيبه الاسود هذا وراه ولا لا. يقول عقبها شفناك ولا شفناه. والبعير هذا ما عاد يداني السواده، الشيء الاسود ما عاد يدانيه. يوم دريت يوم جاني راعي قال يا ولد انت وش سويت في بعيري؟ قال والله ما سويت في شيء، فكت عليه الثار وسنح. والله انا لا سويت شيء. قال والله انك جاء الشيء على هالسواده هذه ما يدانيها ابد. وهذه قصة طريفة ودي اني بس لطف الجو فيها. شكرا لكم.